سلام عليكم. ناس كتير ما تعرفش مين هو محمود صبحي. يلا احكي لكم نبذة عنه صغيرة وتعرفوا عنه أمور كتيرة. أنا نفسي أول مرة أعرفها. ناس كتير ما تعرفش مين هو محمود صبحي، واللي اشتهر في فترة الخمسينات سواء في المسرح أو في السينما أو في التلفزيون. محمود برغم أدواره الثانوية إلا إنه كان ركيزة في أدوار كتير جدا قام بيها. كان دايما يطلع بدور القاضي أو البي أو الدكتور، لأنه كان شكله كده فيه هيبة وراجل باشا كده في نفسه. محمود بدأ حياته الفنية في الفترة اللي كان فيها المسرح والسينما في أكتر فترة مزدهرين فيه. محمود امتلك حضور مميز جعلت المخرجين يعتمدون عليه بشكل رئيسي في الأدوار الثانوية. ترك بصمة مميزة جدا دون ضجيج ودون صخب. دايما الأعمال اللي قام بيها لازم تكون تحتوي على رسائل اجتماعية أو إنسانية. من أشهر الأفلام اللي قام بيها فيلم الناس مقامات، رجال بلا ملامح، وآدم يعود للجنة. أما بالنسبة للتلفزيون فمش من أشهر أعماله التلفزيونية الغضب والأبواب المغلقة. محمود تولى رئاسة مدير مسرح الريحاني، وده منصب مش أي حد بيتولاه، وإن دل على شيء فبيدل على ثقة زملائه فيه وعلى مجهوده الكبير اللي كان معروف ومشهور بيه. على قد ما محمود كان فنان مجتهد إلا إنه كمان كان رب أسرة بارع ومميز. محمود صبحي يبقى هو والد كل من الفنان القدير محمد صبحي، والفنان مجدي صبحي، والفنان شريف صبحي. يعني هو عميد ومؤسس عيلة صبحي الفنية. ناس كتير ما تعرفش إن والد فنان محمد صبحي كان ممثل وممثل قدير من الزمن الجميل. دي نبذة صغيرة كده عن شيخ وعمدة عيلة صبحي.